بوابات الجن وأماكن لا يجب أن يدخلها البشر. من زمان كانت القبائل العربية بتتكلم عن أماكن غريبة في الصحاري والجبال، أماكن اللي يدخلها يا إما يختفي يا إما يرجع مجنون. لكن الغريب إن القصص دي مش موجودة بس في التراث العربي، بل كمان في الإسرائيليات والأساطير الفرعونية وحتى الحضارات القديمة زي بابل وأشور. النهاردة هنبدأ بقصة أول مكان محرم على البشر، وهو وادي الجن السبعة. الوادي المحرم أرض من لا يرى. في الصحراء العربية وتحديدا في منطقة ما بين الحجاز واليمن كان في وادي مشهور بالخطر، وكان البدو بيقولوا إنه مسكون بالكامل بالجن. اسم الوادي ده في بعض الروايات القديمة هو وادي الجن السبعة، وده لأنه حسب الأساطير في 7 ملوك من الجن بيحكموا كل جن الجزيرة العربية. لكن السؤال، ليه البشر مش مسموح ليهم بدخول المكان ده؟ الشيخ زيد اليماني الرجل الذي تحدى هذا الوادي في القرن الثالث الهجري، كان في شيخ عربي مشهور اسمه زيد اليماني، كان واحد من أقوى فرسان البادية. زيد كان شخص ما بيخافش من حاجة أبدا، وقرر إنه يدخل الوادي المحرم ده علشان يثبت إنه مجرد خرافة ليس إلا. وفي ليلة مظلمة ركب فرسه وأخد معاه سيفه واتجه ناحية الوادي. وهنا بدأت العجائب والغرائب إنها تحصل. كل ما يقرب زيد من مدخل الوادي كانت الرياح بتزيد قوي، كأنها بتقول له ارجع. فرسه بدأ يرفص بقوة ورفض يدخل، لكن زيد كان عنيد جدا ونزل من على الفرس وسابه ومشى على رجله ودخل الوادي على رجليه. أول ما دخل زيد كل حاجة حواليه اختفت. الصحراء اللي كان شايفها تحولت لضباب اسود، والأرض تحت رجله كانت كأنها بتهتز. وفجأة سمع صوت مخيف، صوت مش بشري، صوت خرج من أعماق الوادي بيقول له: لقد دخلت أرضنا ولن تخرج منها إلا إذا سمحنا لك. هل في اختفاء غامض حصل؟ في الليلة دي البدو شافوا زيد وهو داخل الوادي، لكن ما خرجش منه تاني أبدا، وفضلوا يدوروا عليه 3 ليالي وما لقوش أي أثر نهائي ليه ولا حتى لجثته. لكن في الليلة الرابعة حصلت حاجة أغرب. ظهر شخص غريب عند أطراف الوادي لابس جلباب أبيض، وكان صوته مبحوح. لما الناس قربوا منه لقوه هو زيد اليماني بنفسه، لكن ملامحه كانت متغيرة تماما. عيونه كانت حمرة بالكامل، وجسمه كان مليان ندبات غريبة، وكأن كان في حرب مع مخلوقات مش من البشر. أول كلمة قالها بصوت ضعيف: أنا مش زيد، زيد مات جوه. وبعدها وقع على الأرض ومات فورا. إيه هو سر الوادي بتاع الجن السبعة؟ بعد القصة دي البدو قرروا إن محدش يقرب من الوادي أبدا، وانتشرت الأسطورة دي إن أي حد يدخل هناك بيخرج بجسد إنسان لكن بروح جني. وفي بعض الكتب التاريخية زي الأخبار الطوال لابن الأثير والبدء والتاريخ للمقدسي في إشارات لأماكن محرم دخولها في الصحراء لأن الجن بيعيشوا فيها. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل فعلا في أماكن معينة في العالم بتكون بوابات لعالم الجن؟ لو تعرف اكتب لنا في كومنتات.